بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أشرف صلاة وأزكى تسليم. اليوم إن شاء الله جايبت لكم وصفة ممتازة فعالة، وهي بروتين طبيعي للشعر، خاصة الشعر الجاف. هي مفيدة لكل أنواع الشعر، لكن خاصة للشعر الجاف والشعر المتشبك. راحين نبداو بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. راحين نستعملوا بيضة كاملة. من المعروف أن صفار البيض للشعر الجاف وبياض البيض للشعر الدهني، لكن هنا راح نستعملوا بيضة كاملة، هكذا تكون تنفع كل أنواع الشعر. أنا حطيت بيضة. هنا عندي زيت زيتون، هناخذ 1 2 3 معالق زيت زيتون. ثالث مكون وهو العسل. راح ناخذ أي نوع من العسل، المهم يكون عسل حر، أو ربما هو من المستحيل الحصول على العسل الحر. راح ناخذ أي عسل، المهم يكون فيه نسبة عالية من العسل. ناخذ منه ملعقة هكذا. راح ناخذ كذلك قطرات فقط من خل التفاح. خل التفاح مفيد جدا لفروة الرأس، يقاوم كذلك القشرة. من بعد راح نخلطوه هكذا، أو راح نستعملوا هذا. في كلا الحالتين راح نتحصلوا على نتيجة إن شاء الله. من بعد هذا المزيج راح نحطوه على الشعر، ونلفوا الشعر بالفيلم بلاستيك هذاك، أو أي غطاء نغطوا به الشعر، المهم هكذا يعرض عليه الشعر. وبعد ساعة أو بعد ساعتين أو بعد 3 ساعات، المهم ما نفوتوش 3 ساعات، نقوموا بغسل الشعر. وهكذا رايحين نحصلوا على الشعر مسبسب وأرطب ومتشبع إن شاء الله، وما فيهش هيشان. شوف النتيجة، نتيجة روعة. هذا هو. راح نوضعوه على الشعر، ومن ثم نحطوا عليه فيلم بلاستيك، هذاك الصاك البلاستيكي، حتى يعرق عليه الشعر. ومن بعد ساعة أو ساعتين أو 3 ساعات، المهم ما نفوتوش 3 ساعات، نقوم بغسل الشعر. وإلى اللقاء في وصفة أخرى إن شاء الله. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة إذا لم تكن مشترك، أو إذا لم تكونين مشتركة. وشكرا على متابعة القناة. أنا هنا راح جبت الفيلم البلاستيكي، ورايحة نستعملها في الحال إن شاء الله. للتذكير فقط أخوات، من المستحب استعمالها في الحين، يعني ما نخلوهاش في الثلاجة ولا لأنها فيها الخل، وممكن الأشياء اللي فيها تحمر، وكذلك فيها البيض، والبيض يفسد يعني ما يفسد في ساعة، مش ممكن نحتفظ به في الثلاجة لوقت طويل. لهذا من المستحب أننا نستعملوها في الحين. أنا رايحة نستعملها إن شاء الله في الحين، ونغسلها بعد ساعة أو ساعتين.
في أمان الله وحفظه، وإلى فيديو آخر ووصفة أخرى إن شاء الله.